لو نفسك تبقى لاعب محترف يبقى لازم تهتم بجسمك، ولازم تفهم ان جسمك ده هو سلاحك. وطبعا السلاح محتاج له وقود. يعني متتوقعش ان انت تلعب ال90 دقيقة بنفس القوة طول الماتش وانت طول اليوم ما اكلتش غير سندوتشات ومشربتش مية وواكل اكل مش صحي. جسمك مش مكنة سحرية، جسمك محتاج طاقة نظيفة وغذاء نظيف عشان يديك أفضل أداء. اللعيب اللي بياكل أكل صحي جسمه أخف وتركيزه أعلى ومستواه مميز جدا طول الماتش. الأكل مش مجرد شبع، الأكل هو اللي بيحدد إذا كنت هتلعب بنفس القوة لآخر الماتش ولا بيحدد بعد نص ساعة هتتعب. ركز على الحاجات اللي بتفيدك زي البروتين، الفراخ والسمك والبيض، خضار وفاكهة عشان الفيتامينات والمعادن، كربوهيدرات كويسة زي الشوفان والرز والبطاطا، وحاجة مهمة جدا ومحدش بياخد باله منها وهي المية. اللعيب اللي بينسى يشرب مية جسمه بيهبط بسرعة، تركيزه بيقل، وطبعا قوته بتقل في الملعب، وكمان عضلاته بتتعب أسرع. وخليني أقول لك حاجة مهمة، مش لازم تفكر إنك تكون محتاج تمرين أكتر، ممكن تكون محتاج تاكل وتشرب صح، لأن التغذية جزء من التمرين. ومفيش لاعب محترف في العالم مش ماشي على نظام غذائي مظبوط. كل مرة تختار تاكل أكل صحي انت مش بس بتحافظ على جسمك، انت بتقول لنفسك انا فعلا لاعب حقيقي ولاعب محترف وبحترم جسمي وبحترم شغلي. فابدأ من النهاردة بدل العصير الغالي بمية، وبدل الشيبسي بتفاحة أو موزة، وبدل السندوتش الجاهز بطبق رز أو فراخ. جسمك هيشكرك بعد كل أسبوع، وهتحس بنفسك أخف وأسرع وأقوى في الملعب. خلي الأكل بتاعك زي تمرينك، منتظم ومظبوط ومفيد، لأن اللي في النهاية اللي بيهتم بجسمه جسمه بيهتم بيه، وهتفضل في الملعب ال90 دقيقة.